أيها المسلمون، لقد مجد الله أهل الثبات فقال سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وإن الأمة اليوم بأمس الحاجة لمواقف راسخة ثابتة ولقدوات مستقيمة قادرة على تحمل أعباء المرحلة الحرجة والمسؤوليات المتزايدة نتيجة الغثائية التي تمر بها الأمة والضعف والوهن والتراجع مع كثرة التلون والانهزامية. إن هذا الدين العظيم نقل إلينا على أكتاف رجال عظام اختارهم الله لهذا الحمل الثقيل، صدقوا ما عاهدوا الله عليه ولم يتوانوا أو يستكينوا، وكان لرباطة جأشهم وثباتهم في الملمات وبذلهم الغالي والنفيس وتضحياتهم الأثر الكبير في حفظ الملة وبقاء الشريعة. ولما حضرت الوفاة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه دخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الله اعهد إلينا. فقال حذيفة: أولم يأتك اليقين؟ اعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. إن انهزامية الفرد المسلم من الداخل لداء عضال ومرض فتاك ينخر في قوة الأمة ووحدتها وعزتها، ويضعف حصانتها من تسلل شبهات الأعداء وتنفيذ مؤامراتهم ومخططاتهم ومكرهم المتواصل الذي تكاد تزول منه الجبال، والمنهزم داخليا عالة وعبء على مجتمعه. أيها المؤمن، تذكر أن الصراط المستقيم الذي تسلكه ليس جديدا ولا وليد قرنك وزمانك، وإنما هو طريق عتيق قد سار فيه من قبلك الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحون، ومن اصطفاهم الله بقوله: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والصبر وسيلة المؤمنين في الطريق الطويل ذي الشوك، والثقة بوعد الله الحق، والثبات بلا قلق ولا حيرة ولا شكوك. الصبر والثقة والثبات على الرغم من اضطراب الآخرين ومكر الماكرين. ونصر الله قريب مدخر لمن يستحقونه، ولن يستحقه إلا الذين يثبتون على البأساء والضراء ولا يحنون رؤوسهم للعاصفة. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم.